بعد خروج بلدنا اللي في القلوب متشاله ومهما تضيق عليها الحاله، اولادنا قدها ورجاله ما يعرفوش الهزار من بطوله افريقيا باسوا اداء ممكن تشوفه المنتخب مصر من سنين. اختلفت الاراء، احنا ممكن نلوم مين؟ اتحاد الكوره ولا الجهاز الفني ولا اللعيبه ولا محمد النني؟ ما هو بيلعب في الارسنال. لا يا حبيبي ارسنال ايه؟ ما انت اللي هاجمت. اقسم بالله ما يلعب في اسماعيل ابو قير. اقعد ساكت بقى. مين اللي بيلعب في اسماعيل ابو قير؟ هو النني. بس تصدق ان العيب مش عليهم، العيب علينا احنا، ان احنا شامين ريحه زفره من اول البطوله وما خدناش بالنا. الراجل اللي قال لك قبل البطوله انا مش بوعد الشعب المصري ان انا هاخد بطوله افريقيا، وفي بعض الناس اللي بيطلعوا في الاعلام اللي بيقعدوا يهللوا لنا ويطبلوا لكل التصاريح قال لك الراجل معاه حق وكل الكلام اللي بيقوله صح، وبرروا كل الكلام اللي هو قاله. فيتوريا راضي عن اداء منتخبنا الوطني في مباراه موزمبيق. لازم يقول كده. ايه؟ لازم يقول كده. صح. لازم يقول كده. برافو عليه. لازم يقول كده. لازم طبعا. ما يقدرش يقول غير كده. ده حسن شحاته اللي كان باللعيبه المحليه اللي لو واحد فيهم جاله رنه من رقم دولي بالغلط كده كنا بنقول بس الراجل ده احترف. الراجل ما طلعش قال التصريح ده وهو بيلاعب غانا بجيل اساموا جيان، وبيلاعب الكاميرون بجيل ايتو، وبيلاعب كوت ديفوار بجيل دروجبا. جايب لي بقى بعد ده كله مدير فني طلع يقول للجمهور قبل بطوله افريقيا انا ما وعدتش الشعب المصري بالبطوله. يعني انت الرخصه التدريبيه بتاعتك واخدها من الفيفا ولا واخدها من مرور الدقي ولا واخدها منين؟ طب الراجل ده بيعرف يهاجم؟ لا. بيعرف يدافع؟ لا. بيعرف يتكتل دفاعيا صح ويلعب على المرتده؟ لا. طب ما ندرب احنا. ولما جينا نتكلم على صلاح وقلنا ازاي راجل بقيمه محمد صلاح وكابتن فريق منتخب مصر يخرج من المعسكر عادي، برضه الناس دي كانت شايفه حاجه احنا مش شايفينها وقعدوا يبرروا للموقف اللي عمله صلاح بمنتهى السذاجه. هم ده لازم مجلس الشعب يعمل ماده في الدستور ما حدش يتكلم على صلاح. خلاص. الشيوخ ومجلس الوزراء ورئاسه الوزراء الوزراء. صلاح ما حدش يتكلم عليه، اللي يتكلم عليه يتحبس. ايه؟ يعني يا كابتن بشير اللي يجيب سيره صلاح المفروض يتحبس. طب واللي يجيب سيره خالد بيبو؟ انا لا اله الا الله، لا اله الا يعني بلد فيها 100 مليون مش عارفين نطلع منهم 11 لعيب ينزلوا يلعبوا كرة صح ومدرب يجيب لك بطولة افريقيا؟ ده كاب فيردي اللي قد شبرا الخيمة لوحدها كان في منها بتاع 3 4 لعيبة لعبوا لعبتنا على الشناكل. ده اللعيبة بتاعتنا وقعت بدني من وهي في اوضه اللبس، ولو ما ينزلوا الملعب لو كان بيخش عليهم هجمتين ورا بعض كان خلاص بيفقدوا النطق. ده في الجون اللي جابته الكونغو لما اللعيبه كلها رفعت ايديها وقال لك لا برجوله برجوله والله ما خدتش بالي، عيد تاني وهركز، والله فكرتها اوت، عيد تاني وهركز والله برجوله، عيد بس. طب لو نرجع للاصل بقى، هو مين اصلا اللي جاب الراجل ده؟ مش هم دول نفس الناس اللي قال لك احنا جبنا ايهاب جلال عشان بصينا في الخزنه ما لقيناش دولارات فقلنا نجيب مدير فني مصري ما ياخدش دولارات فلبسناها لايهاب جلال؟ ولما جبنا رئيس اتحاد الكوره سالناه ايه الانجازات اللي عملتها في الكوره المصريه كان رده خلي بالك انت بتقول المنتخبات بتاعتك بتخسر. الكره النسائيه اللي هي حاليا مش موجوده في عهدي انا وصلت افريقيا النسائيه. طب انا عليك بالدهليه ولا مش عارف حاجه يا برا. هو حاجه اتحاد كوره اصغر واحد فيه عنده 60 سنه وعمره ما لعب كوره. انت معاك اتحاد كوره مخليك اصلا الدوري المحلي بتاعك انت مش عارف مواعيد الماتشات بتاعته ايه وبتتفاجئ بيها كل جوله. وبرغم الفشل اللي هم فيه وبرغم العنجهيه اللي هم فيها وبرغم البطولات اللي بنخرج منها ومش عارف تصعد افريقيا ومش عارف تكسب افريقيا ولا عارف تصعد كاس عالم ولا عارف تلعب فرقه محترمه وبتخسر من عاهات قاره افريقيا موزمبيق الكونغو كاب فيردي منتخبات ما تسمعش عنها، برضه مصممين. وبرضه بعد ما خرجنا من بطوله افريقيا ما حدش فيهم طلع قال لك انا هستقيل، واقصى حاجه عملوها بيان اعتذار وفقط على كده. ولا حد قال هستقيل ولا حد قال حفظ ماء الوجه ولا حد قال اي حاجه ولا قال اي حاجه. كله قال لك خلاص انت خرجت من البطوله اقعد ساكت مالكش دعوه، فيتوريا مكمل وهيلعب وهيشتغل وهيصعدنا كاس عالم. نفس اللي حصل مع اللي قبله ونفس اللي بيحصل مع اللي قبله ونفس احنا برضو الشعب اللي بنصدق كل مره لما نخرج مدير فني نخرج من البطوله يروح ماشي لك مدير فني ويقول لك المدرسه السويسريه، المدرسه البلجيكيه، المدرسه الارجنتينيه، وما بنخلصش من المدارس. برضو المشكله مش عارفين نجيب جذورها منين. جذور المشكله واضحه جدا، منظومه الكوره من الاول، منظومه الكوره من اولها. فور كل دول وهات عيل صغير، مسك عيل صغير عنده 25 سنه يكون فاهم الكوره ماشيه ازاي بره، الكوره ماشيه ازاي في الدول اللي بتلعب كوره صح، ويقوم لك منظومه كوره صح من الاول. يقوم لك اتحاد كوره كبير، يجيب لك لعيبه كويسه، يخرج لك لعيبه تحترف، حتى يا عم المحليين يعرف يختار اللعيبه المحليه صح اللي تعمل لك فرق في المنتخب، مش محمود حماده. وهتفضل جمعيه ودايره بنفس الشكل ده وكل بطوله وكل كاس عالم، وهنفضل نخرج بنفس المنظر وكل مره هتبقى بنفس الاداء ويمكن اسوأ طول ما انت مش عارف المشكله اصلها منين وبتغير في نفس التغيير ومستني حاجه تختلف.